ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول حاجه بتتعلمها لما تبدا برمجه وهي المتغيرات او الفاريبلز. اولا يعني ايه متغير وليه بنستخدمه؟ المتغير ده كانك بتأجر صندوق وتحط فيه حاجه، يعني بتدي اسم الحاجه وبتخزن جواها قيمه. يعني مثلا لو عندك رقم اسمه 5 وعايز تخزنه علشان تستخدمه بعدين، بتقول كده في بايثون x equal 5، وبعد كده انا عايز اطبع قيمه x فبقول له print الاكس. تعال نجرب نرن الكود. طبع لك ايه؟ قيمه 5. تمام. طيب انا عشان هي الاكس دي عباره عن ايه؟ اسم الفاريبل. طيب انا عندي شويه قواعد لكتابه اسم الفاريبلز. يعني هل اكتب اي اسم كده وخلاص؟ يعني اللي هو اكس ده اكتبه وخلاص، يعني اكس ايكوال 5. طيب انا عايز اكتب اسم حلو، يعني مثلا رقم، فاقول له نمبر مثلا بيساوي 5. طيب قواعد بقى كتابه النمبر ده ليها قواعد. اولا ما ينفعش اسم النمبر ده يبدأ برقم، يعني ما ينفعش اقول له واحد نمبر equal 5، ما ينفعش. طيب ليه ما ينفعش؟ لأن في قواعد في البايثون لازم أكتب بيها الاسم. طيب هل ينفع أبدأ بأندرسكور؟ ينفع عادي، مش مشكلة. يعني ممكن أطبع أقول له أندرسكور نمبر، اطبع لي الاسم ده. طيب تعال نرن، فلما جينا عملنا رن طبع ال5 عادي. تمام. طيب ينفع أقول له مثلا نمبر 1 equal 5؟ هل ينفع أعمل كده؟ في سبيس. هل ده متاح إن أنا أعمل كده في البايثون؟ لا مش متاح، ما ينفعش، اداك ايرور. لازم يبقى الكلمتين متصلين ببعض أو أحط بينهم أندرسكور. فتعالى نرن القيمة دي print number 1. تعالى نرن، طبع لك قيمة 5. تمام. طيب في مشكلة إن أنا عندي في البايثون حاجات كده زي الكلاس، دي حاجة نستخدمها في البايثون فيما بعد. عندي حاجة اسمها الاف، عندي حاجة اسمها الوايل. طيب هل ينفع إن أنا أستخدم الحاجات دي كأسامي للفاريبلز بتاعتي؟ لا ما ينفعش، لأن دي حاجة موجودة في البايثون، فالبايثون هو عارفها كأنها حاجة موجودة في الكومبايلر بتاعي، فما ينفعش أستخدمها. يعني لو جيت قلت اف بيساوي مثلا 55، هل ده ينفع؟ تعال نرن، هيديك ايرور في السينتكس. قال لك ايه؟ انت عندك ايرور في السينتكس، ما ينفعش. لازم تغير اسم الاف او تضيف مثلا حروف او تعمل اي حاجه في الاسم ده. تمام. طيب لو جينا قلنا مثلا انا عندي الاكس بيساوي كلمه، والكلمه لازم تتحط ما بين دبل كوتيشن. تمام. اللي هي ايه؟ الاسم مثلا احمد، صلاح، اي كلمه. تمام. طيب يبقى كده المتغير بيقدر ياخد ارقام ويقدر ياخد كلام، صح؟ طب يقدر ياخد حرف؟ يقدر ياخد حرف. يعني مثلا اديله حرف الجي او الجي، يعني مثلا اقدر اديله حرف الار مثلا، يعني مثلا اقدر اديله حرف التي مثلا، اي حرف. تمام كده بياخد ارقام، كلام، حروف. هل بيقدر ياخد حاجه اسمها بوليان؟ يعني ايه بوليان؟ يعني ترو او فولس. طب يعني ايه ترو ويعني ايه فولس؟ ترو يعني 1، ترو يعني 1. يعني ايه ترو ويعني ايه فولس؟ دي حاجه اسمها بوليان، حاجه اسمها بوليان. طيب يعني ايه ترو ويعني ايه فولس؟ الترو يعني بوليان. يعني ايه بوليان؟ يعني اللي هيتخزن في الاكس عباره يا ترو يا فولس، يا زيرو يا 1. الترو تبقى 1 والفولس تبقى 0. تمام. يعني الفولس دي برضو بوليان. تمام. الفولس دي بوليان. طيب كده احنا اتعرفنا على الحاجات اللي اقدر اخزنها في الاكس وازاي اكتب الفاريبل بتاعي. تمام. فتعالى نشتغل على، طيب لو انا مثلا معايا الاكس بتساوي 5 والواي بتساوي 6 والنيم equal صلاح والإيدج equal 22. تمام. وإز student ده متغير اسمه is student بيساوي إيه؟ true. تمام. كده احنا إيه؟ عبارة عن إن احنا جمعنا الفاريبلز اللي احنا لسه واخدينها. تمام. طيب هل ممكن تبقى ال 22 دي تبقى كسر؟ عادي، كأنها فلوت. فلوت دي يعني كسر. تمام. أنا عايزك بقى تطبع لي الإكس بلس الواي، تطبع لي الإكس ماينس الواي، تطبع لي الإكس ضرب الواي، وتطبع لي الإكس على الواي. تمام. وتطبع لي النيم، وتطبع لي الإيدج، وتطبع لي الإيز ستودنت. هيطبعها لي إزاي؟ هيطبعها لي ترو أو فولس.
تمام، فتعالَ نrun. بُص قال لك إيه، إن الX plus الY هتبقى 11. طيب إزاي؟ لإن الX والY 5 زائد 6. تمام. طيب طرحهم -1. طيب ضربهم 30. مضبوط. طيب إن أنا أقسمهم على بعض ادّاني قيمة كسر. مضبوط. طيب بعد كده أنت عايز تطبع إيه؟ هتطبع الname، هتطبع الage، هتطبع إيه is student اللي هو عبارة عن true. true يعني هو طالب، يعني 1. تمام؟ بس كده، دي كانت المحاضرة بتاعتنا النهارده. لو عندك أي استفسار ممكن تكتب لي في التعليقات.